أحداث مهمة شهدها العراق مطلع القرن العشرين، أهمها اكتشاف النفط في كركوك، حيث أدى إلى تغييرات جذرية في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والسكاني. وتعتبر حقول كركوك من أقدم حقول العراق النفطية التي اكتشفت في 14 من تشرين الأول من عام 1927، وثاني أكبر الحقول النفطية في العالم من حيث القدرة على الإنتاج، وهو خامس أكبر الحقول على الصعيد العالمي من حيث الحجم، باحتياطي نفط يفوق 10 مليارات برميل من النوعية الجيدة. وكان اكتشاف نفط كركوك بوابة لتحول العراق إلى بلد نفطي، وبدأ تدريجيا الاعتماد بشكل كامل على الإيرادات النفطية بعد معرفة أن العراق يطفو على بحر من النفط، حيث تحسنت المستويات المعيشية في العراق بسبب هذه الإيرادات واستخدامها في التنمية، وخصوصا في البنية التحتية، وهو ما أدى إلى نمو في القطاع الزراعي وتزايد السكان بشكل كبير. وكان لشركة النفط البريطانية بريتش بتروليوم التي عملت في حقول كركوك من عام 1927 لغاية عام 1972 دور كبير من خلال تدوين أرشيف الشركة في تاريخ مدينة كركوك السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والمحفوظة حاليا في المملكة المتحدة. ولأول مرة في العراق هناك جهود كبيرة لنسخ هذه الوثائق من خلال برنامج الأستاذ الزائر للاستفادة منها فيما بعد، والتي وثقت تاريخ مدينة كركوك خلال هذه الفترة، ولها دور كبير على مصيرها السياسي.